أخيرا تم إسدال الستار على قضية كريم سليم. أنا من وجهة نظري إن القضية هي لسه ما خلصتش، بس بالنسبة ليه هو خلاص يعتبر خلصت بعد ما إصدار حكم المحكمة إن هم حولوا أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ رأي شرعي في إعدامه. وأنا كنت أتمنى إن هو يتعدم من أول جلسة، بس كويس إن هو اتأخر، علشان لما اتأخر في جلسته والحكم عليه تم الكشف عن معلومات كتيرة جدا وناس متورطة معاه في القضية، وكل دول لازم يتحاكموا. بس الحاجة المضحكة في الجلسة قالها كريم سليم سفاح التجمع ان هو انه كان بيعمل اعمال خير كتير جدا، ومش بس كده كان بيعمل اعمال خير مع الغير وكمان مع الضحايا اللي هو موتهم. ومش بس كده، ده كمان بيقول ان هو دلعهم بفلوسه، يعني كان بيعمل عمل خير معاهم. يبقى ليه انتوا تحكموا عليه بالاعدام؟ بصوا قالوا ايه. استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس للدفاع لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات. مش عارفة ليه أنا حاسة إن هو أكتر، بس المظبوط حاليا إن هما 3 ستات، وإن هو اتخلص من جثثهم في الصحراء في مناطق بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة. المتهم كريم سليم سفاح التجمع قال لهيئة المحكمة، وكل ما اقرا الجزء ده اضحك جدا، قال ان انا عملت خير كتير وكنت بصرف على الضحايا وكمان دلعتهم بفلوسي، يعني كان بيصرف عليهم ودلعهم. اه يا متدلع انت. سفاح التجمع قال انا اعترفت بكل حاجة في النيابة والاسم، وعايز اتكلم مع المحامي بتاعي علشان في كلام كتير ما قلتهوش. هو لسه في كلام عايز يقوله تاني؟ ما الفيديوهات اللي لقوها على اللابتوب بتاعه على موبايله اللي هي بالميات قالت كل حاجة، وهو يجي يقول ايه؟ لا اصل انا اعترفت تحت التهديد وتحت مش عارفة الاكراه واتعلقت ايه ومش ما اتعلقتش ايه. اتعلق ايه ولا تحت تهديد واكراه ايه؟ الفيديوهات بتقول كل حاجة، حتى هو لو عايز ينكر كلامه بعد كده ويجي يقول ايه اصل انا لسه في حاجات ما قلتهاش للمحامي. محكمة جنايات القاهرة بدأت في طبعا كانت المحاكمة يوم السبت في محاكمته، والتهم اللي احنا ذكرناها من حبة. في سياق آخر قررت محكمة استئناف القاهرة عدم قبول طلب المحامي للسفاح التجمع ان هو اتقدم بطلب برد هيئة محكمة جنايات القاهرة. انا من وجهة نظري ان هم كانوا عايزين يطولوا في القضية علشان يشوفوا اي حاجة ان هم يعني يمدوا في القضية او ياخدوا اي حاجة كده. بس طبعا الطلب اتقبل بالرفض، وان هم رفضوا طلب هيئة الرد للمحكمة جنايات القاهرة اللي بتشوف القضية. ده بالنسبة لكريم. اما الجزء التاني بالنسبة بقى ل اسمها حنان او ما يطلق عليها ام شهد، دي بقى ليها جزئية تانية ونيجي نشوف ايه اللي هيحصل بخصوصها. كانت المحكمة في الجلسة اللي قبل كده كانت حددت جلسة 9 سبتمبر اللي جاي للنطق بالحكم على المتهمة حنان شهرتها مشاهد، ودي تعتبر شريكة يعني أولانية لسفاح التجمع، لأن هي كانت بتجيب له البنات أو يعني ساقطات أيا كان، كان بتجيب له لدرجة هي كمان في التحريات ثبتوا إن هي كانت مرة إن هي كانت بتجيب له بنتها. يعني والله ما هزعلك، فمفيش حد انا عارفه اجيبهولك، خد بنتي. وساعات هي كانت بتروح ذات نفسها، كانت بتستقطب له 1000 ضحايا من الفتيات المجني عليهم بعد ما وجهت ليها النيابة العامة تهمة الإتجار في البشر، وكمان إن هي كانت بتساعد سفاح التجمع في التعرف على ضحاياه والتعدي عليهم جنسيا. بيواجه سفاح التجمع في تلك القضية دي 3 اتهامات. التهمة الأولانية قتل 3 سيدات بعد ما عذبهم داخل غرفة معزولة من الصوت في شقته، عملها مخصوص لضحاياه وعلشان يتخصص وكمان يتخلص من جثثهم في الصحراء بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة. أما التهمة التانية هي حيازة مواد مخدرة زي الأيس وما خفي كان أعظم، مفتوحة كمان معاه
المواد المخدرة كانت ايه، واجبار ضحاياها على تعاطيهم للمواد المخدرة علشان ما يبقوش قادرين يسيطروا على نفسهم، ويبقى يقدر ان هو يسيطر عليهم ويقدر يخلص عليهم بعد ما يجبرهم على تعاطي المواد المخدرة. أما التهمة الثالثة هي الإتجار بالبشر من خلال استغلال ضحاياه في الدعارة وتصويرهم، ممكن كمان استغلال الفيديوهات دي في إنه ينزلهم على مواقع مشبوهة. ودي آخر، يعني أنا شايفة إنه أهم شيء إن هو يتعدم، ده إن كده هيبرد قلوب الناس كلها، لأن النوعية دي لازم تتفني من على وجه الأرض. وبعد كده يقولوا اصل هو مريض نفسي، اصل هو مش عارفه فيه ايه وبيه ايه. لا مريض نفسي ولا هباب، هو كان مدرك كويس قوي هو كان بيعمل ايه وبيخطط ازاي ويعرف يعمل ايه، وكان بيصور وبيعمل يعني. والمصيبة ان كل الحاجات دي كان بيعملها وساعات في وجود ابنه جوه الشقة. وده خصوصا في قضية، في الواقعة بتاعت أميرة اللي اتصورت وكان محضر الأداء اللي هو هيخلص بيها عليها. كان ابنه كان موجود، لدرجة قالوا له انت ليه الكاميرات مصوراك وانت بعد كده حطيتها في شنطة السفر وكده، ليه انت خليتها عندك 12 ساعة؟ قال لهم لان ابني كان صحى. تخيلوا كل الفجر اللي هو فيه دوت وبيعمل كل الحاجات دي وهو ابنه موجود معاه في البيت. ابني كان صح، فاضطر ان انا اأجل ان انا اتخلص من اميرة. وبعد كده بعد ابنه ما اسفة، بعد ابنه ما كان نام، عشان كده قعد 12 ساعة. النوعيات دي يعني انا مش فاهمة ازاي موجودة. دي نوعيات ان شاء الله ربنا هيقضي عليهم ويحسبهم في الدنيا اهو بان، وان شاء الله حسابهم عند ربنا عسير. فقررت محكمة جناية القاهرة المنعقدة كمان في التجمع الخامس يا جماعة يوم السبت، علشان ناس قالوا لي هي طب الحكم الصادر عليه هو بالإعدام، رأي المفتي هيجي امتى؟ يا جماعة رأي المفتي إن شاء الله هيكون في جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم النهائي بأمر الله. وإن شاء الله هنشوفه مش بالبدلة البيضاء، هيبقى بالبدلة الحمراء، يبقى نهايته بأمر الله.